محمد بن الشيخ من مواليد مدينة مكناس، المدينة اللي كبرت فيها واللي درست فيها واللي كنعتز بها بزاف. احنا الآن في ملتقى مسلمين فرنسا اللي كنمثلوا فيه هذا الستوند هذا، وهذا الستوند تنقدموا فيه مجموعة من الأشغال يعني فنية، من بينها الخط المغربي، الخط العربي. هذا الخط العربي اللي تعلمناه يعني تعلمناه بالعمل، تعلمناه بدون دراسة يعني اجتهاد شخصي. وهاد المعروضات كلها كتمكن لنا باش نجمعوا واحد المبلغ اللي به ان شاء الله نقتنيوا واحد المحل اللي غيكون مدرسه للمغاربه في فرنسا، في مدينه كون لا باس نورماندي. للذكرى هو انه احنا الجمعيه الان كتستقبل 100 تلميذ، وكلهم الحمد لله توفقوا في الدراسه ديالهم بعد واحد المجهود كبير، وبعد يعني بمساعده مجموعه من الاساتذه اللي كيسهروا على النجاح هاد الاولاد هذا. بالنسبه فقط للتلاميذ، هل هم فقط من اصل مغربي ام من اصل دول عربيه واسلاميه اخرى؟ هو تقريبا نسبه 80% مغاربه، و20% تقريبا مختلف الجنسيات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم شعيب أمثل جمعية رعايا غينيا والمتعاطفين معها بفرنسا، ونحن موجودون في الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا، وندعوكم للمساهمة في بناء هذا المركز الثقافي الإسلامي التي ستوجد دروسا تتعلق بالعلوم الإسلامية واللغة العربية والقرآن، وندعو ذوي الخير والإحسان إلى المساهمة في بناء هذا المركز إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. بارك الله فيكم. هذا المركز أين يوجد بالضبط؟ يوجد في أرجنتين، في مدينة أرجنتين، وهي قريبة جدا من مدينة باريس، في قلب العاصمة.